فيزا في فيديو جديد. اليوم راح نهضروا على فيزا تركيا والتغييرات اللي يعني طرأت على لا بروسيدور تاع لا دوموند فيزا تركيا يعني في نهاية 2019 وبداية 2020. راح نحكيو يعني جينيرالمون واش تبدل واش ما تبدلش واش مزال واش ما مزالش وكش ما يعني اون كان نسينا كاش حاجه. ماذا بكم تفكرونا في الكومونتير تاع ديروا لنا خلوا لنا كومونتير قولوا لنا واش ما فهمتوش والله نفهموكم ان شاء الله ونسيو ان شاء الله نفهموكم. يعني حنا روطاردينا في الفيديو هذا على جال على جال كيما نقولوا هنايا باش نعطيكم حاجه اوفيسيال، ما نعطيكمش حاجه يعني فيها اللوش والله فيها معلومه يعني نعطيوها لكم تكون 100% صحيحه ما فيهاش يعني شك والله. هذه بس على جال هذا الصباح حنا يعني روطاردينا باش خرجنا الفيديو هذا. انا نعطيكم فيديو بالاختصار شديد يعني واش تبدل واش ما تبدلش واش مزال واش ما نحاو واش مزال. يعني نبداو اول حاجه يعني اللي تغيرت يعني ابتداء من اكتوبر 2019. يعني هذا السؤال يعني بعث لنا بزاف في الصفحه تاعنا اسكو كاين فيزا الكترونيك لتركيا والله. فيزا الكترونيك انتهت يعني ما كانش لا سي ان لا بي ان لا حتى حاجه. ابارتي من اكتوبر اللي فات يعني تركيا استغنت رسميا على الفيزا الالكترونيه. الان لازم كل واحد يدفع يعني ما عدا الناس اللي اقل من 12 سنه واكثر من 60 سنه. يعني هذو الناس عندهم لو دروا يعني يروحوا لتركيا بدون فيزا. يعني كي يلحق الايروبور تما كاشي له فيزا في الايروبور. يعني الناس اللي اكثر من 12 سنه وفي الانترفال اللي ما بين 12 سنه و60 سنه لازم يديروا ان دوسي فيزا ويدفعوا في يدفعوا ملف فيزا تركيا. اول حاجه يعني تغيرت في ملف في يعني في البروسيدور تاع فيزا تاع تركيا هي تغيير المتعامل. يعني كان في اف اس جلوبال، كان في اف اس جلوبال في قسنطينه وعنابه والجزائر ووهران. دوكا جات شركه جديده اللي اسمها جيت واي هي اللي روبراسات شركه في اف اس جلوبال. ويعني جيت واي هذه يعني لافونتاج تاعها اللي حاجه المليحه اللي لاحظناها انها دارت يعني 11 سونتر تاع فيزا. 11 سونتر تاع فيزا يعني اللي داروهم في كل يعني في كل من سطيف الجزائر عنابه قسنطينه مام في يعني في الشلف سكان الصحراء كاين اضرار كاين تمراس في بجايه في يعني في تلمسان يعني في عديد من مناطق الوطن. يعني هذا يعني تسهل يعني عمليه دفع الملف الفيزا لانه راح يكون يعني مش راح تكون المسافه بعيده يعني في باش تروح تدفع الملف او ميم طون راح يكونوا لي رونديفو ديسپونيبل. هذه الحاجه الاولى. اول حاجه يعني قلنا هي تغيير المتعامل من في اف اس جلوبال الى جيت واي. مع كانوا كاين 4 سونتر في فلاجيري الان اصبح كاين 11 سونتر تاع دوموند فيزا في تركيا. يعني كنا وقت فات ثاني حاجه الثانيه يعني نتاكدوا عليها هي لي رونديفو مواعيد الفيزا كانت كنا نشوفوا في نهار كانت في اف اس كانت سون رونديفو مي كان فيها شويه تجي كان فيها شويه فوضى يعني تقدر تروح على 8 تدخل حتى 10 ولا 11 ليسونسيال فيها لاشير فيها منا. دوكا الان الرونديفو اصبح كيما نقولوا هنا بتحجزوا. الرونديفو اصبح يعني اوبليغاتوار وتحجزوا بالهاتف يعني مش حاجه كبيره. ولي رونديفو يعني جوسكا ميتنون يعني لي رونديفو ديسپونيبل في المراكز كامل. النيميرو راح تلقاوه اسفل هنا يعني تحت نخليكم النيميرو عيطوا لهم فيه تبعوا التعليمات. يهز عليكم ريبوندر اوتوماتيك تبعوا التعليمات حتى يهز عليكم ان اجون تفاهم معاه قال رونديفو الساعه ساعدك الساعه واليوم راه يعطيك رونديفو ان شاء الله. الحاجه الثالثه اللي راح نطرقوا عليها هي تغيير في الملف. يعني لي سبور لي سالاري ولي فونكسيونير يعني الانسان اللي يخدم وظيفه يعني اللي يخدم شهر كيما نقولوا هنايا بالدارجه. الناس الشهاره داروكم زادوا لهم لافيلياسيون بور لا كلاس. يعني الدوسي الملف وقت فات كان 3 فيش دو باتيستاسيون طرافاي والتيلكس وريزيرفاسيون دوتيل واللاسيونس دو فواياج وزيد تصاور وفورميلار وخلاص. دوكا يعني هذا الملف اللي كنت نذكر فيه وزيد له لافيلياسيون تاع لاكناس زادوها للتاكد يعني من باسكو لي 3 فيش دو باتيستاسيون طرافاي اي واحد يقدر يخدمهم تسمى يعني باش يزيدوا مصداقيه للملف تاع اللي يطلب الفيزا تاع تركيا.
الحاجه الاخرى اللي غنزيدو نطرقوا عليها هي داروا اوبسيون، يعني شركه جاتوي هذه الجديده يعني المتعامل يعني الرسمي مع القنصله تاع تركيا في الجزائر، دار عفسه جديده اللي هي يعني التامين على الرفض على الفيزا. يعني كي دير لا دوموند فيزا تقدر اون كا دو روفي رومبورسيو لك 100% دراهمك. يعني وهذا يعني بشرط، يعني مش هكذا باك تدفع يعني رمزوك يعطي يرجعوا لك دراهمك. كاين شرط اللي هو انك تخدم لاسيرونس عندهم في جاتوي، في شركه جاتوي دير لاسيرونس دو فواياج تاعك تما. يعني منها راك درت اسيرونس دو فواياج، منها اون ميم طون تكون يعني اون كا دو روفي، يعني في حاله رفض الملف تاع الفيزا تاعك راح يعوضوك المبلغ كامل، يعني كامل المستحقات اللي دفعتها نهار لو رونديفو لي فري فيزا راح يرومبورسيهم لك كامل. الحاجه يعني واسمو يعني هذا هو يعني بالمختصر المفيد، يعني درت لكم فيديو بالمختصر المفيد ندير لكم يعني يعني الحوايج اللي طرأوا على الفيزا التركيه. كما نقولوا هنايا غروسو مودو هذا هو التغييرات اللي كانت بين قبل وبعد تعيين متعامل هذا الجديد جاتواي. هذا هما يعني اونكا يعني ما فهمتوش حاجه والله. خليو كومونتير خاوتي، وما تنساوش تابونيو لنا ان شاء الله في لاشين، وديروا لنا جيم في الفيسبوك، وكونتاكتيونا في يعني اذا عندكم ميساج ولا اي احتياج. يعني احنا لعلمكم يعني انا مش اختصاص تاعنا الفيزا اون جينيرال، سواء لي سباس شنغن، امريكا، فرنسا، كندا، انجلترا، استراليا، تركيا. يعني اي حاجه تخصكم ولا معلومه تخصكم كونتاكتيونا في لا ميساجري تاع لاباج تاع مون فيزا على الفيسبوك، وراح نسيو نجاوبكم ان شاء الله. يعني هذا هو، وهنا نلعبوا نهايه الفيديو ان شاء الله. تهلاو في رواحكم خوتي، وملاقات خير ان شاء الله، ونتلاقاو في فرصه اخرى.